صباح الخير حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشني خالص جد الدنيا دي كلها من اخر فيديو نزلته. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نشوف روتيننا النهارده، يوم جديد كده وكله طاقه وكله نشاط وكله حيويه، وان شاء الله باذن الله هيشجعكم ويخليكم تقوموا فورا كده تخلصوا كل اللي وراكم. عايزاكم بقى لو لسه ما اشتركتش في القناه تشتركوا في القناه وتنوروني وتشرفوني، ولو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي. تسلم ايديكم على اللايك اللي بتحطوه، تسلم ايديكم على الكومنت العسل اللي بتكتبوه والدعوه الحلوه اللي بتدعوها لي. ربنا يا رب يسعدكم ويخليكم ليا وما تحرم منكم ولا تتحرموا مني، ونفضل كده مع بعض طول العمر. تعالوا بقى نسمي الله كده ونصلي على النبي ونستعين بالله كده، وتقومي وترمي الكسل والزهق واي حاجه ورا ظهرك كده، وتقومي تعملي كوبايه شاي بلبن حلوه زي اللي انا عاملاها دي، او كوبايه نسكافيه او اي حاجه بتشجعنا كده. بصوا الحاجات دي كلها بتدينا طاقه كده. ولو بقى ايه تفطري جنبي برضو كوبايه الشاي او كده، يعني حاجه خفيفه كده. وبعد كده بقى تقومي بصي اول بس ما تقومي كده هتبقى عايزه تعملي كل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قلت بقى كان عندي شويه مواعين الاول كده، قلت هبتدي معاكم بشويه المواعين الرغاوي الحلوين دول. انتوا عارفين الرغاوي بتشجعنا كده، وهتخليكي بقى ايه كلنا بصوا بنزهق اصلا من غسيل المواعين. بس انت حطي شويه رغاوي حلوين كده، شويه يعني من غسيل من البريل بتاع المواعين. كتري شويه رغاوي كده، وقفي بقى ايه آه، اغسلي شويه المواعين بتوعك الرغاوي هتفتح نفسك اصلا على كل الشغل. تمام، هنخلص بقى المواعين وبعد كده هنحضر الغدا مع بعض. بصوا هنعمل كل حاجه في الفيديو ده. هنعمل ايه؟ هنحضر الغدا، هنعمل محشي، وهنعمل كمان عندي هنعمل المخلل اللي كنت قايله لكم عليه في اخر الفيديو برضو. بصوا فيديو طويل بس فيه كل حاجه كده ان شاء الله تشجعكم وهتديكم طاقه ايجابيه ان شاء الله. كنت مصوره الفيديو ده يعني بقالي يومين كده عايزه انزله، قلت بقى ايه هنزله قبل رمضان. وفي برضو يعني لسه هنحضر بقى الغدا النهارده معاكم، وهنعمل شويه حاجات ونعمل شويه ترويجات كده. لان انا بص عايزه بقى نخلص كل حاجه، وعايزه امسك المطبخ بقى، امسكه وانضفه تنظيفه حلوه كده قبل رمضان، واحط الحاجات اللي انا شاري لسه يعني جايباها جديده وكده. هعمل شويه تغييرات في المطبخ يعني. وهمسك بقى ايه الفرشه بتاعته اغسلها، والشفاط والشباك بتاعه والحوض وكله. بص عايزه بقى ايه نمسك المطبخ نخليه زي الفل، وكمان التلاجة. ده كله بقى عايزه نعمله قبل رمضان. انا بصوا انا كنت هنضفه كده، بس قلت هنسيبه قبل رمضان مثلا بيومين ثلاثه كده علشان ايه يفضل نضيف. انتوا عارفين في رمضان يعني مش هيكون في وقت. انتوا يعني متخيلين احنا في الشتاء اصلا ومفيش وقت، الوقت ضايع كده يعني. وعلى بقى احنا في رمضان بنسهر وكده وسحور، وانتوا فاهميني يعني. على بقى الواحد ما يتسحر وده كله لازم ولابد ان انت بتقومي متاخره. انا عن نفسي بقوم متاخره، يعني بكون بقى حاطه للطيور من بالليل. او مثلا ممكن يعني انا في رمضان اللي فات يعني الايام رمضان اللي قبله كنت بقى بنطلع ايه نعمل مثلا لو في حليب هنحلب قبل بعد الفجر، بعد ما اصلي الفجر وكده. بنحلب وبنحط مثلا لو هزود ميه للطير او كده، وندخل بقى ايه كنت بنام يعني بصحى قبل الظهر وكده. مش عارفه بقى السنه هيكون في ايه بالظبط. يعني واحد بيقول ايه ان مش هيكون في نوم، يعني ليه مش هيكون في نوم مثلا للظهر وكده؟ لان النهار قصير ومفيش وقت. انا والله على ما بخلص اصلا كل اللي ورايا انا تهالي مفيش وقت اصلا يعني. بتقوم الصبح بطلع مثلا على الساعه 7:30 كده. 7 الا ربع يعني، في الحدود دي كلها يعني مش وقت محدد. بطلع مثلا احلب واحط للطيور وعلى ما نخلص كل اللي ورايا بره وكده بتكون مثلا الساعه زي 9:30. انا بقول لكم ان الايام دي والله ما انا فاضيه خالص يعني. عشان كده ما بعرفش ان انا ايه امنتج لكم الفيديو وانزله كده. وانتوا عارفين بقى بيجي عليا الليل وكده بكون يعني بكون خلاص يعني طاقتي خلاص. بصوا يعني بيكون الواحد بقى عايز انتوا فاهميني، انتوا يعني اكيد فاهمين انا قصدي ايه. كل واحد عايز يريح دماغه كده. آه يعني كده. وانا ما مش زي في الصيف برضو. الصيف عادي يعني الواحد بيطلع بدري بقى يخلص كل اللي وراه والنهار طويل كمان. وكمان انا في الشتاء بقى ما بحبش اطلع بدري. ليه؟ لان لما بطلع بدري وكده انا عادي بصحى بدري. ممكن اكون مروجه المطبخ بدري قبل ما اطلع للطيور على الساعه 7 الا ربع او 7 كده.
باكون يعني إيه، لو في حاجة في المطبخ باروّقها وكده، لإني لمّا باصحى بدري ما يعني بيكون لسه كمان ده الساعة 07:00 دي بيكون الجو لسه بادئ يطلع كده، يعني النهار بيكون لسه بادئ يطلع. ما بارضاش بقى إن أنا أطلع بدري يعني علشان عندي الجيوب الأنفية وكده، والهوا بيتعبني يعني بيصدّع لي راسي وكده. يطلع بقى ساعات 07:30 ممكن لو أنا ورايا مثلًا حاجة وكده هاعملها أطلع على الساعة 07:15، 07:00 في الحدود دي. لكن في الصيف عادي الواحد بيطلع بقى وقت ما بيطلع عادي بيبقى الجو أصلًا حَر وكده ما بتفرقش يعني، باحب أصلًا أطلع أخلّص كل اللي ورايا بدري يعني على الساعة نكون مخلّصة على الساعة 08:00 كده الصبح، في الصيف. والصيف بقى صيف والله والّا شتا الصحيان بدري حلو، بس أنا ما باقدرش أطلع، بتطلعي بقى تلاقي صوت العصافير وكده الجو بيبقى هادي وبسيط كده بيبقى زي العسل، بس المشكلة في الهوا، عندنا الهوا صراحة بيتعبني جامد يعني. اللهم صل على النبي. قُمت بقى إيه، هنا بقى خلاص كنت خلّصت المواعين وكده غسلتها. قُلت بقى إيه هنعمل الصلصة بتاعة هنسلُق الكرنبة، وهاعمل الصلصة، يعني هنسلُق الكرنبة ونعمل الصلصة جنب منّي، الأكل يطيب يعني جنب منّي، ما روّقتش حاجة بقى في الشقة ولا السراير ولا أي حاجة. قُلت بقى والأكل بيطيب وكده أنا بقى إيه باعمل بقى باروّق في السراير، على ما الصلصة تكون طابت وأنا أكون سلقت الكرنب وكده، بنقعد بقى بعد ما أخلّص تنضيف الشقة خالص بنيجي قاعدة بقى إيه حاشية المحشي وكده. وكنت شارية برضه ورق عنب في براطيم كده، كنت شارياه هاوريه لكم دلوقتي، بس طالع حلو يعني، أنا كنت باقول ممكن يكون يعني بايظ أو كده، لقيته حلو وحشانه حلو كمان. جبت بقى الكرنباية اللي انتم شفتوها دي كانت نص كرنباية. بص أنا كنت يعني اللي بيجيب لنا الخضار وكده مرتين وما لاقيش معاه كرنب، كنت خدت منه كرنبيت ما كانش معاه كرنب. جيت بقى ايه شفت كرنباية كانت عمتي يعني في البلكونة عندها وكده. قلت لها انت جبت الكرنبايه دي الكبيره دي منين؟ قالت لي مرات ابنها يعني كانت جايباها من البلد معاها وكده، وقالت لي خلاص خدي نصها، انا اصلا ده كبيره يعني. قلت لها ده اخدت بقى جسم، لقيتها والله جسمها جايبه لي نصها يعني. قالت لي خلاص احشي بقى، انا مش هنحشي بقى كلها. مسكتها بقى ايه حشيتها، سلقتها يعني فصصتها زي ما شفتوها كده، وهنسلقها معاكم دلوقتي. وهنعمل بقى محشي. كنت الورق العنب ده كنت شارياه من الاسبوع اللي فات، يعني كنت شارياه قبلها بيومين ثلاثه. والله ولا قبلها باسبوع كمان، بس هو عادي لو بغيب يعني بره وما بنحفظهوش في التلاجة هو له مدة صلاحية اصلا وما بيجرالوش اي حاجة يعني. كنت بقى حطاه على الرخام ده مستنيه ان انا نجيب كرنب، عشان ايه الورق العنب مش هيستاهل اللي ينحشي لوحده يعني. حشيت بقى مسكت الكرنبة بقى سلقتها وقلت هنحشي بقى ورق العنب وكده. لان الولاد صراحة بقالهم فترة يعني عايزين محشي وكده، وانا مش فاضية، قلت هعمل لهم بقى المحشي يعني. كنت جايبة شوية طماطم من يعني مع الخضار وبتاع الأسبوع وكده. جبت شوية الطماطم اللي انتوا شفتهم دول كانوا قطراي، يعني أنا بحب يعني لما يكون في طماطم طرية. بيكون يعني الطماطم الجامدة دي بناخدها للسلطة، مثلا تستحمل معايا، بتكون في الدرج بتاخد وقت طويل بتستحمل يعني. في بقى طماطم هو بيفرز الطماطم الطرية لوحدها والجامدة لوحدها. انا بقى اللي هي بتبقى طرية دي بتبقى يعني ايه، مثلا لو كيلو الطماطم ب10، اللي هي الطيبة دي بتكون الكيلو وربع ب10، مثلا كيلو ونص ب10 كده يعني. بنجيب بقى ايش كيس مليان كده طماطم، اعمل مثلا محشي منه. بسيبه على رف التلاجة. لو هعمل محشي بضربه صابح، لو مش هعمل ممكن ان انا اضربهم واطيبهم واحطهم في الفريزر يعني صلصة جاهزة يعني في الفريزر. مثلا انت مع الطماطم غالية، الطماطم مقصرة مع الواحد مثلا، عندي طماطمتين تلاتة، بنيجي بقى مطلعة كيس الصلصة وعاملة عليه الطماطمتين، وعاملة مثلا هعمل طبيخ اعمل اي حاجة يعني ايه حلوة خالص. كمان تفريز الصلصة ان انت تفرزيه وتحطيه في الفريزر حلو. انا حاليا والله انا ممكن اقول لكم ان انا ما عنديش ولا كيس صلصة، كان عندي كيسين طلعتهم عملت بيهم مكرونة، صلصة مكرونة وكده. لسه بقى عايزة اجيب مثلا شوية طماطم على بعض حلوين، او برنيك الطماطم على بعضها كده بقى ايه بيكون فيها يعني عداية يعني على بعضها يعني. امسك بقى الجامد احطه في الدرج، والطري ايه ممكن ان انا اطيبه يعني. قلت يعني لما يجي المرة الجاية اللي بجيب لنا الخضار وكده لو لقيت معاه عداية تكون حلوة يعني ممكن اخدها منه على بعضها، افرزها بقى قبل رمضان وكده.
هنا بقى ايه، كن عندي علبتين هعمل الصلصة بتاعت المحشي. قطعت بصلتين كبار حلوين كده، قطعتهم حتت صغيرة. وهتحط بقى دهنة او زيت او سمنة زي ما انت بتحبي تعملي المحشي بتاعك. وكان عندي العلبتين دولت، كان بص كل ما اعمل محشي وكده كان يتبقى شوية صلصة مكان المحشي، كنت اعبيهم في علبة يعني. قلت هطلعهم الاول، طلعتهم من الفريزر كده، حطيتهم على البصل فكهم الاول، وهنزل بقى بشوية الطماطم اللي انا ضربتهم عليهم. لو اتبقى مني صلصة هحطها برضو في الفريزر، يعني ما بتخسرش خالص، ممكن كمان تعملي بها عادي طبيخ اي حاجة يعني. انا حاليا بعد ما عملت المحشي دي اتبقى مني صلصة، شوية صلصة برضو، واتبقى علبة محشي من اللي هي الورق العنب. قلت بقى ايه، هنبقى هنسيبهم على رف التلاجة ونبقى نحشي يعني حلة محشي ورق عنب تاني، يعني اي يوم تاني يعني بعد المحشي وكده. مسكت بقى سلقت ورق الكرنب، وهنا بقى ولحت على صلصة المحشي. ولحت عليها اول بقى ما تبتدي تغلي هنوطي عليها، يعني جنب جنب بقى ما مني إيه وانا ايه بحضر وانا بنضف الشقه يعني. تمام. في اليوم ده انا عارفه المحشي بيحب البط وكده، والولاد كانوا عايزين بط مع المحشي يعني، بس انا بقى ايه ما كنتش فاضيه. وكمان ايه, كان الجو هوا وكده، قلت هقعد بقى اذبح بط وانضف بره وكده، الهوا هيبهدلني. قلت لا، انا هطلع كيس لحمه من الفريزر نطيبه، وعادي بقى نزود المحشي من اللحمة وخلاص، يعني عادي وبيبقى طعمه حلو. بس عندي ولادي بيحبوا المحشي يكون مع البط احسن يعني. طلعت بقى كيس لحمة كنت مفرزاه حطاه في الفريزر، حط نزلت عليه بشوية طماطم كده، عايزة اقول لكم شوية شوربة تشربيهم والله العظيم عسل كده. وقطعت عليها بصلايه حتت صغيره كده، عايزه تحطي البصله سليمه، عايزه تعملي الشوربه بتاعتك بيضه تحطي لها مثلا طماطمايه وبصلايه وكده انت وراحتك. بس انا عندي يعني بنحب الشوربه تكون اللحمه تكون شوربتها حمرا. تمام. حطيت بقى قطعت بصله صغيره، بصله كده على اللحمه، وحطيت شويه بهارات، 7 بهارات او بهارات لحمه، وفلفل اسود وورق لورا، وخلاص مش هحط الملح غير لما اللحمه تجرب تطيب. وهنا بقى كانت اتسبكت، يعني سبت بقى اللحمه لما تتشوح شويه كده في الطماطم والبهارات لحد ما تفك يعني، لان انا بصوا قبل ما بحطها في الفريزر بشطفها شطفه كده واحطها في الفريزر. بطلعها بقى من الفريزر ما بسيبهاش تفك. في ناس بتطلع اللحمه تفك في الميه وكده، لا طلعيها على طول على على الحله بتاعتك على النار على طول، طالما انت شطفاها وغسلاها وكده هتطلعيها على طول هي بصي متلجه كده، علشان ما لو فكت حطيتها في الميه هتفك وتنزل الدم منها وتنزل كل الغذاء اللي فيها يعني. لا انا بحب اطلعها من الفريزر كده على طول على الحله، وبحط لها الصلصه بقى والطماطم تفضل تتشوح شويه كده، عايزه تحطي فص توم عادي. واول بقى ما تتشوح الطماطم الصلصه اللي انت حطاها تطيب وكده، بنزودها بقى ايه الكتل على طول ميه سخنه تغلي على طول، بصي في دقيقتين بتغلي معاكي وما بتاخدش بقى معاكي طياب. وهنا كانت الصلصه كانت طابت، عايزه اقول لكم شويه صلصه تحفه كده. آه بس انا في اليوم ده ما كانش عندي دهنه، عملتها عملت بالسمنه على زيت، عملت المحشي بسمنه على زيت. كنت بقى في البلد عند اهلي وكده. انا بحب الدهنه صراحه اعمل منها وكده، لقيت اختي كانت جايه تقعد معايا شويه، لقيتها جايبه لي كيس دهنه، يعني جايبه كيس دهنه كده، كانت هي مسيحه دهنه عندها من العيد الكبير وكده. هي بص بتغيب من السنه للسنه. قالت لي خلاص العيد جايبه وانا كنت مسيحه يامي، لقيتها بقى جايبه لي كيس، يعني بص رجعت عبيت العلبه اللي انا كنت بطلعها معاكم اعمل منها الاكل وكده، والله ما شاء الله عبيت العلبه وفاض كمان شويه في الكيس كده. قلت ايه، هعبي العلبه واغطيها بالغطا واستعمل بقى ايه اللي في الكيس، شويه اللي باقيين في الكيس وكده. انا بحب صراحه ان انا اعمل الطبيخ محشي اي حاجه اعمله بالايه بالدهنه وكده. هنا بقى جبت شويه الرز اللي انا هعمل بهم المحشي، وده كانت شويه خضره جبتهم من بره، زارعين خضره كده وجنبها شويه بسله. بص قلت هجيب شويه بسله كده اكلهم وانا واقفه في المطبخ، يعني بحب البسله، بص بعشقها كده، بحب البسله وهي خضره كده اجيبها من الارض وناكلها. جبت شويه وجبت عودين خضره، قلت بقى ايه عودين يعني شويه خضره وشبت، قلت هعمل بهم بقى المحشي. الخضره بقى لما تزرعها على ايدك كده بتلاقي ريحتها عسل. مش عارفه كل ما يجيب لنا بتاع الخضار يجيب لنا خضار وكده نيجي ناخد الخضره منه ما لاقيلهاش ريحه، انتوا عارفين مش زي الريحه، مش زي الخضره اللي انت بتزرعها على ايدك. دي بنزرعها بتكون ايه، كزبره ناشفه يعني، بتزرعيها بتطلع خضره، تيجي بقى ايه تقطفيها كده يعني إيه تعمليها لما تيجي
تاخديها من الارض وكده بتلاقي ريحتها جالبه الدنيا، والله العظيم ريحتها بتبقى تحفه. انا ما بحبش غير الخضره دي صراحه. لا بحب بقى البقدونس ولا الحاجات دي، بتبقى خضره اللي معاه خضره بس ما بيبقى لهاش ريحه برضو زي اللي بتكون مزروعه عندك في الارض. وانا بحب اكتر اصلا خضره للمحشي، يعني بخلي ريحته حلوه، وبحط له كمان كزبره ناشفه. انا بقى قلت هقطع شويه خضره حلوين كده، ونزلت بالصلصه. قلت هنزل بشويه صلصه حلوين برضو، اللي يتبقى يتبقى، لو عايز منها هنجلبها يعني، لو عايزه تاني هنجلبه. نزلت بقى بالبهارات، كزبره ناشفه، فلفل اسود، شويه كمون، عايزه تحطي شطه حطي، عايزه تحطي بهارات. انا بحط بس كزبره ناشفه وفلفل اسود وشويه كمون، و ايه تاني، وبس يعني. ما بقى وبحط، لو احط شويه شطه صغيرين. ما بحطش بقى بهارات في المحشي وحاجات من دي يعني، لان بصوا كده كده الشوربه بيكون عليها بهارات. انا بقى مسكت الكرنبه كلها قطعتها كده على قد الصوبع، علشان ايه، اخلص يعني. على ما كانت كنت خلصت بقى روقت الشقه كلها، وكان عندي وقت يعني. مسكت بقى الكرنبه ايه، قطعتها كده يعني على قد الصوبع. انا دايما بقطعها كده واسحب بقى ايه من بصبع بصبع كده. بس قلت بقى نظبطه كده علشان يكون معايا سهل في الحشان وكده، لان ده كان اخر حاجه. والكهرباء كمان قطعت، ما كنت معرفتش احشي معاكم، اكمل معاكم المحشي اصلا. جيت بصور معاكم ورق العنب اوريهولكم، بعدها جت الكهرباء قطع. قلت بقى هنحشيه، قعدت بقى ايه، جبت الكشاف والله وقعدت حشيته يعني. في الاخر اخر ما زهقت وانا قاعده في المطبخ، الكشاف فصل رخر عليا. خدت بقى المحشي ورحت ايه عند باب الصاله، في الصاله كده قعدت وفتحت الباب بتاع البرندي، وقعدت حشيت المحشي كله، وكانت اللحمه طابت. زودت المحشي وكده وكان طاب. لان مش هعرف، ما كنتش بقى ايه هفضل قاعده يعني لحد الكهرباء ما تيجي وكده، وكنت هتاخر على تحضير الغدا. بص ده البراطيم الورق العنب، كنت جايباه من كوم حمادي، من محل كده بحب يعني لما بروح كوم حمادي، في شارع كده يعني، بيكون شارع السوق ده، في يعني ناس بتبقى قاعده بالخضار، بس الخضار بتاعهم بيكون نضيف يعني، بيكون غالي شويه بس بيكون نضيف. دي بقى لقيت البراطيم اللي هي ورق العنب كده، عندها وكده. سألتها قالت لي لا ده نظيفة وحلوة. كان عندها اكياس برضو زي نص كيلو، ربع كيلو او كده. قلت لا البرطمان احسن. جبت برطمان وحسيت ان هو هيكون شوية. بص هو مليان، بس مش عارفة هما صراحة حاطين له ايه، لان المية بتاعته عاملة زي بصي حادقة كده، وتحسي ان هي زي مية المخلل، بس هي محافظة عليه. وبص كل الورقة ورقة بورقته كده. انا بص ما سلكتوش، لان هو ما كانش محتاج ان هو ينسلج يعني، مش عارفة هو بيتسلج ولا ايه. بس انا حشيته شطفته، غسلته كويس وجاتني حشياه. بصوا هنا كانت الكهرباء قطعت وخلاص. بص حشيت المحشي في دقيقة، وايه، وهنحط بقى الغدا بعد ما حشيناه. بعد ما جبت برطمان وكده، البرطمان ده كان ب60 جنيه يعني، مش عارفة بقى ايه هو كده رخيص ولا غالي. واللي هو كان الكيس كان ب30. قلت لا البرطمان احسن، نص كيلو هيحشي لي حلة مثلا صغيرة، او حلة يعني مع جنب، مثلا حلة محشي كرومب وكده. جت لما جاب لي محشي وكده، جت شاهين كانت رايحه الدرس، وقلت لها ايه هاتي كمان برطمان يعني معاكي وانتي ايه رايحه الدرس وكده، بحيث يعني لو لقيتهم شويه، لو لقيت البرطمان عمل لي حله صغيره، اعمل كمان البرطمان التاني. بس بسم الله ما شاء الله، ده البرطمان اللي انا عملته حشيته كله. بس انا ما بعرفش احشي ورق العنب بصراحه، يعني مش هكدب عليكم. نفسي الواحد ايه يلف يكون الصباع رفيع كده، لا بحس لو لفيته كده بحس ان الرز بيطلع منه. مش عارفة يعني، بحب ان بكتر في رز مثلا بيكون الصباع مليان وكده، او مثلا اقطع الورقة نصين كده يعني. ما انا بحشي ورق الكرنب بيبقى تحفة، بس ورق العنب مش عارفة الصباع بيبقى مليان او شكله غريب، بيبقى غريب صراحة. بشوف الصوابع بيكونوا لفينها بس بتبقى رفيعة وطويلة. دي بقى ايه، بصوا الصوبع مش يعني، ممكن يكونوا هما بيقطعوا الورقة نصين يعني، لان كان في ورق كبير وانا كنت بحشيه بحاله مرة واحدة. بصوا هنا كانت اللحمة طيبة. وده كان غدانا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. كان عندي شوية رز رز بسمتي من ده كنت عاملاه آه، من امبارح يعني، سخنته بقى جنب الاكل وكده. وعايزه اقول لكم شويه شوربه، والجو برد وهوا وكده، عسل. وحطيت بقى خيار وطماطم، وعايزه بقى مخلل وكده. تعالوا بقى نخلل المخلل العسل ده معاكم. والله العظيم بعمله بيفضل معايا فترة طويلة. بص محتفظ بالجرمشة بتاعته، وبيكون بقى ايه طعمه عسل كده.
مش الكرنب بيضطر كده في المخلل وكده او الكرنبيت، لا بتاكليه كده كأنك بتاكليه صابح يعني. ممكن اغيب كمان بالاسبوعين والتلاتة، انا على حسب ما احنا بناكله يعني. احنا بناكله بنخلصه بسرعة صراحة. لكن هو لو هيغيب معاكي شهر كمان، لو هتحطيه على رف التلاجة هيغيب معاكي شهر وازيد كمان. انا بقى في الشتاء ما بحطوش يعني، لو مثلا عامله كميه يعني ممكن احط علبه منه على رف التلاجة، والباقي اللي انا هسحب منه بحطه عادي على رخامه المطبخ يعني. بصي بعمله بقى ايه، الطريقه دي كانت اختي اللي جايه لي عليها صراحه. من بعد ما عملت الطريقه دي المخلل بتاعي لا بيريح، ولا مثلا ساعات بيعمل عليه طبقة مش حلوة كده. لو غاب معايا حتى في الصيف، والله بغيب معايا في الصيف وبيفضل بيفضل المخلل بصوا عسل كده كأنه صابح، كل ما تطلعي منه كل يوم جيز عادي، كأني مخللاه امبارح يعني، صابح كده ومجرمش كده وبصوا عسل كده وما بتاكليه يعني. تمام. بص هي الكرنبيتة دي كانت كبيرة صراحة، كنت جايبها مش عارفة ب35 جنيه أو حاجة زي كده. بس هي مليانة، بصوا كانت مليانة كده، عملت لي كمية كبيرة. أنا بشتري اللي هو المخلل اللي هو الترش اللي بنقول عليه دي، أو المخلل اللي هو بيبقى لفت وجزر وكده، اللي بيشتري يعني بينباع جاهز وكده، بتاع الطعمية دي. عندنا واحد بيجيلنا على الباب وكده، ده بناخد منه بالعشرين جنيه كده. بص بيقضي معايا، بيملالي علبة ويفضل معايا فترة يعني حلو. بس قلت الولاد بقى عايزين كرنبيت وكرنب وكده، قلت لا انا هخلي لهم بقى. بص الكرنبايه، النص كرنبايه اللي انا عملت منها المحشي، كانت من جوه كده كان ورقها مش هينحشي صراحة، كانت متقطعة كده. قلت سبتها بقى، سبت الحبة اللي انا قطعتهم معاكم دول، قلت هنخلي لهم على الايه، على الكرنبيتة يعني. لكن الكرنبيتة انا كنت جايبه، اللي شجعني نص الكرنبايه الكرنبه اللي كانت باقيه يعني. بس انا كنت كده كده هعمله يعني، كنت طلعت بقى الفلفل من بالليل، من امبارح يعني، من قبلها بيوم وكده، طلعت الفلفل الاحمر من الفريزر فوق. وقلت بقى هنخليله على طول. مسكت بقى الكرنبه وتقطعيها كده، والكرنبيت برضو تقطعي حتت صغيره كلهم. وجبت بقى زي 7 8 ليمونات كده، الليمون بيخلي طعمه حلو وبطيبه معاكي كمان وبخليه اصفر كده وحلو. جبت بقى الليمون ده عصرته. وهنحط بقى، انا حطيت بس نص كمية الملح يعني. كل مثلا مش هنحط الكيس كمان، هو هياخد المخلل ده هياخد معايا كيس وشوية كمان. بس انا حطيت يعني، قلت ايه على ما يهبط، كل ما يهبط احط له شوية ملح. وهنا بقى كان عندي فلفلة حامية كده، كانت بص اكتر حاجة تحافظ لك على المخلل، انا خليته معاكم اكتر من مرة قبل كده، ان انت تحطي له شويه فلفل حامي كده، من بص القرون الحاميه دي، تقطعيها كده، تقطعي حتت صغيره، تقطعيها تمسكي الجرن كده، تفتحيه بس فتحه صغيره، زي ما انت حباه. لو مش عايزه الحاجه تكون معاكي يعني حراجه وكده، بس والله ده ما بحركوش يعني، عادي ما كانش حراج ولا غيره المخلل. تمام. هنا بقى ايه، هتجيبي شويه الفلفل دول تحطهم زي ما انا حطيتهم كده، وتجيبي عليهم 4 ليمونات او 3 ليمونات كده، على حسب المخلل اللي انت مخللاه. ليمون اخضر او ليمون يكون جامد، بص انا مش هعصره ولا حاجه، انا هحطه سليم كده، هحطه سليم بفتحه نصين كده، بقسم الليمونه نصين واحطها سليمه كده في المخلل. بتحافظ لي بقى على المخلل، وتحطي كمان شويه سكر يعني. عندك بقى على حسب كميه المخلل برضو، معلقه سكر، معلقه صغيره، على حسب ما انت مخلله. تمام. وجبت بقى بنجرايه كده، والبنجر ده بخليه معاكي لونه خطير. بص هو عندي دلوقتي حاليا انا بطلع منه احمر، البنجر بقى خر كل اللون اللي فيه، بيبقى بقى ايه احمر كده وحلو. هنمسك بقى الكلام ده كله. بص انا ما حطيت ملح كمان، الملح بخلي معاكي الكرنب بيهبط كده. هي كانت مالي الصحن قوي، بس هو بيهبط كل ما نقلبه كده ونحط عليه ملح. خلاص قلبته بقى كده، وهنزوده بقى الميه. وبس هنسيبه بقى للصبح التاني يوم يعني، في الصحن كده. وتاني يوم بقى نعبيه، ما تعبيه في براطيم، تعبيه في علب، في اي حاجه بقى. بصي هنسيبه زي ما هو كده لتاني يوم. تمام. هنا خلاص بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يلا اشوفكم في فيديو جديد، في رعايه الله، مع السلامه.